السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناتي لمتنا الحلوة مع نوجة. أتمنى يا رب إن انتوا تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله هنفتح مع بعض على الفسيخ وعلى السردين اللي احنا عملناه مع بعض، واللي قلت لكم هنقعده شهر كامل وبعد كده هنشوف شكله بيكون عامل ازاي. طبعا في بعض الناس استغربت أنا ازاي هسيبه شهر كامل، وفي بعض الناس قالت احنا بنسيبه أسبوعين. عايزة أقولك إن كل ما تسيبيه أكتر كل ما بيكون اللحمة بتاعته مستوية أكتر. وفي ناس كمان قالت ان هو بيكون مالح اكتر لو اتحط في الملح اكتر. لا يا جماعه، انا يعني بعمله بظبط الملح بتاعه من البدايه. لو عايزاه دلع بتحط كميه الملح اللي احنا عاملينها، وممكن ترجعي الفيديو الفسيخ اللي عندي على القناه. وكمان لو عايزاه يكون مالح اكتر بتزودي شويه، انا قلت لكم مج الا ربع لكن ممكن تحطي مج كامل لو عايزاه الفسيخ بتاعك يكون مالح اكتر. ولكن اغلب الناس بتكون عايزه الفسيخ يكون دلع زي ما بيقولوا. ودلع دي يعني كميه الملح بتاعه تكون مظبوطه جدا، ما فيهوش شعره زياده في الملح. زي ما انت شايفة شكله اهو بعد ما فتحنا عليه، طري جدا زي ما انت شايفة. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هناخده بس نديه شطفة سريعة، يعني تحت الحنفية بس هننزل الملح والكركم والشطة اللي عليه من بره. وبعد كده هنبتدي بقى ننضفه مع بعض. ده شكله اهو. هنبتدي بقى ننضفه بسم الله كده. هنقطع منطقة الديل وهنقطع منطقة اللي هي الراس، وهنبتدي بقى نقشره. شايفين حجمه؟ طبعا هو كان حجمه اكبر من كده شوية قبل ما املحه، لكن يعني بعد ما بيتملح بيصغر شوية. عشان كده مش بنصح بانك تجيبي البوري اقل من 600 جرام، الا اذا كان كمالة ميزان، يعني حاجة بقى غصب عنك. وانا افضل ان انت تزودي في الميزان حتى لو هتحطي الاكبر، لان بينشف منك. لو كان اقل من 500 جرام هتلاقي ما فيهوش لحمة قد كده. كل ما يكون اكتر، كل ما يكون اكتر في الوزن كل ما يكون اجمل في الطعم وبيفرط معاكي في اللحمة اكتر. هننضفه بقى بالشكل ده وبعد كده هتفتحيه من جوه. بتلاقيه بقى اللون الوردي الجميل ده. اما اللي بيستعجلوا عليه وبيسيبوه بس اسبوعين وبيفتحوا عليه بتلاقي اللحمه لونها غامقه كانه لسه فيه دم. لو تاخدي بالك كده مستوي ازاي وعامل ازاي، يعني مستوي من جوه جدا، ما تقلقيش تاكليه وانت مطمنه. طبعا لو ملحت الفسيخ ولسه فاضل كام يوم على شم النسيم هتحفظيه في الفريزر، بس ما تبليهوش ميه، لانك لو بلتيه هيكون فيه ريحه زفاره شويه. فانت هتجيبي مناديل من مناديل المطبخ وتشيلي الملح اللي عليه والشطه والحاجات الزياده دي كلها. وبعد كده هتبتدي تحطيه في اكياس نظيفه، كيس واحد نظيف وكيس تاني عشان تحطيه في الفريزر وما يطلعش ريحه في الفريزر معاكي. وبعد كده هتبتدي تطلعيه قبل شم النسيم بيوم، تحطيه على رف التلاجة او بره التلاجة لتاني يوم. ما تبليهوش ميه من جوه، هنغسله بس من بره زي ما قلت لك. وبعد كده تبتدي تفتحيه وتنضفيه كويس بالسكينه كده او بالمقص زي ما انت شايفه كده. طبعا لو عايزه تحفظيه كمان في حاجه بتشيلي اللحم اللي فيه وبتحفظيه في زيت في التلاجة، مفيش اي مشكله. بيعيش معاكي اكتر من شهرين في التلاجة. محفوظ في الزيت بتاعه بيكون زي الفل، مفيش اي مشكله فيه خالص. اهو بنشيل السلسله بتاعه الظهر بتاعته. ده في حاله طبعا ان انت هتحفظيه في الملح، او في حاله ان انت هتاكليه يفضل ان انت تشيلي سلسله الظهر بتاعته بالكامل بالشكل ده كده. عايزه اقولك ان طعمه كان زي الزبده، ملحه مظبوط. اتمنى ان انت ترجعي للفيديو بتاع الفسيخ بتاعي وتجربي الطريقه اللي قلتلك عليها. وبعد ما خلاص بقى نضفناه بالشكل ده كده، استعدادا بقى لتقديمه، يعني هنحطه بقى في الاطباق بتاعه التقديم. وممكن طبعا تطلعي اللحمه بتاعته كده بالراحه بمعلقه او باي حاجه او بايديكي تطلعيها، وتبتدي بقى تحطيها في طبق. شايفه بنطلع اللحمه ازاي؟ ولحمته طريه جدا جدا وطعمها ولا اروع. كفايه كمان ان انت عاملاه في بيتك وحاجه يعني ضامنه نظافتها يعني. هتبتدي بقى تحط عليه الزيت كده وقت التقديم وتاكلي بألف هنا. طبعا انا يعني جربته قدامكم اهو عشان تشوفوا شكله بيكون عامل ازاي. وطبعا بشجعكم كمان ان انتوا تعملوه ببيتكم، حاجة في منتهى الجمال والنظافة وطعمه ولا اروع. ويلا بينا بقى نروح نشوف كمان السردين بتاعنا البلد اللي احنا عملناه مع بعض بعد شهر هيكون شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين السردين بتاع المستورد شكله عامل ازاي، وطري جدا جدا. طبعا بنطلع بقى الكميه اللي احنا هنعملها. انا طبعا يعني لا انصح ان انت تسيبي السردين، بالذات السردين بتاعك تسيبيه في الملح بتاعه لغايه ما تخلصي الكميه كلها. لكن هتنضفي الكميه كلها بعد ما خلاص يتم السوا بتاعه. وهقولك دلوقتي هتحفظيه ازاي. هتمسكي بقى السردين كده بالشكل ده تنضفيه، مش هتقشريه طبعا لان احنا هنشيل الجلده بتاعته بالكامل. بس مجرد ان انت هتقطعي الراس وتفتحي البطن كده تنضفيها. وبعد كده هتفتحي بقى السردينه بتاعتك بالطول كده اهو. شايفه شكله بيكون عامل ازاي من جوه. هتبتدي بقى بصباعك كده تطلعي الايه القشره بتاعته بالجلده كامله كده من الظهر اهي.
وحتى المنطقه بتاعه البطن هتبتدي تطلعي السفه اللي فيها. بصي بطلعي اللحمه بتاعته ازاي اهي. تشيلي السفه الزياده وتبتدي بقى ايه تنضفيها كلها بالشكل ده. هننضف كل الكميه بالشكل ده كده بالظبط اهو. نشيل الديل ونشيل البطن ونفتح. نشيل كمان السلسله بتاعه الظهر، وتمدي ايدك كده من تحت اللحمه بتاعه السردين، تطلعيها بالراحه كده. هتطلع معاكي كامله مكمله وطعمها في منتهى الجمال وزبده جدا. انا بالنسبه لي يا جماعه بحب السردين المستورد اكتر من السردين اللي هو البلدي في التمليح. بحس ان اللحمه بتاعته بتكون اطرى واجمل، ويعني ما شاء الله بتكون جميله قوي. زي ما انت شايفه اهو. هنعمل بقى الكميه دي كلها، وهقول لكم دلوقتي هتحفظيه ازاي لغايه ان شاء الله يوم شم النسيم. وكمان مش بس اليوم شم النسيم ده، انت هتحفظيه كده في التلاجة. ممكن يقعد معاكي بال3 شهور وال4 شهور مفيش اي مشكله خالص. طالما انت حافظاه في زيت مش هيحصل له اي حاجه. هيفضل محفوظ عندك في التلاجة لوقت لما تيجي تستخدميه هتلاقيه موجود. ده انا خلاص جهزت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى اجهز البرطمانات بتاعتي عشان احفظهم. عايزه اقولك ما تستعجليش عليه لما تيجي تحدقيه، وسيبيه شهر كامل في الملح بتاعه. وممكن تقلبي كمان الكيس جوه العلبه، يعني تقلبيه مثلا كل كام يوم مره، عشان بس اللي على الوش ما ينشفش منك، ويفضل كله طري بالشكل ده كده. هتاخدي بقى الكميه دي كلها تحفظيها على قد البرطمانات اللي هي يعني مثلا الكميه بتاعتي دي 3 كيلو. اخدت مني برطمانين كيلو بعد التنظيف. عمل معايا 2 كيلو لحم صافي. هتاخديه بقى تحطيه كده في البرطمانات رصه كويسه كده، وبعدين هتبتدي بقى ايه تزيدي الزيت عليه لغايه ما الزيت يغطيه كله بالشكل ده كده. زي ما انت شايفه. بعد كده بمسك بقى معلقه وبحطها في الجنب كده عشان اتاكد ان الزيت تخلل كل قطع السردين بتاعتي ونزل لغايه البرطمان من تحت، عشان يفضل طري معايا لغايه اخر قطعه هستخدمها. بعد كده هتحطي كيس تلاجة وتقفلي البرطمانات بتاعتك كويس قوي. هتسيبيها على رف التلاجة تستخدمي منها في اي وقت. شرط ان انت تستخدمي شوكه نظيفه او معلقه نظيفه وانت بتطلعي السردين بتاعك، وبيفضل متغطي معاكي بالزيت طول فتره حفظه في التلاجة. شايفه شكله بيكون عامل ازاي وطعمه في منتهى الجمال. ده طبعا شكله وقت التقديم. بتحط عليه بقى زيت وبعدين انا جربته معاكم والله طعمه في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا ترجعوا للفيديو بتاع التحديق بتاعه بتاع السردين اللي هو المستورد. طعمه كان في منتهى الجمال وزبده. ولو بتحبيه مالح عن كده ممكن تزودي الملح، لكن ملحه بالنسبه لي كان في منتهى الجمال. كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يا رب إن هو يكون عجبكم. طبعا لو عايزين الطريقة بالتفصيل ممكن ترجعوا للفيديوهات السابقة اللي هتلاقوا فيها طريقة التمليح. وإن شاء الله انتظروني في الفيديوهات اللي جاية، هنعمل مع بعض حاجات كتير. واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك، وما تنسونيش كمان باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.